قتل وسرقة بالإكراه واغتصاب وهتك عرض. ده كان بيحصل لأي حد كان يقول له لا. في الحادثة تفاصيل كتير. في يوم عامل شغال الصبح وهو شغال وبيعمل صيانة لقى هيكل لطفل مرمي على قضبان السكة الحديد. الظاهر عن الجثة ان بقالها كتير، ففي الوقت نفسه عملوا بلاغ للشرطة، فالشرطة قامت بالبحث ولقوا ان مش الجثة دي بس، ده في جثث كتير موجودة. وبعد البحث الجنائي لقوا ان في 12 جثة بنفس الشكل. ومن هنا بقت اكبر قضية بيتم البحث عنها وهي قضية التوربيني. والطب الشرعي لما درس الجثث وكشف عليها لقى ان معظم الجثث الاطفال بتتراوح عمرهم من بين 11 ل 13 سنة. وبعد التحريات وصلوا ان معظم الاطفال تم الاعتداء جنسيا عليهم، وكلهم ماتوا بنفس الشكل. ومعظم اللي ماتوا ان هم مرميين تحت سكة القطر. الامن حب يربط بين البلاغات التغيب اللي معمولة والجثث الاطفال، بحيث يربطوا اي حاجة بين الاطفال المتغيبين والجثث عشان يحاولوا يتعرفوا عليهم. وده اكيد اتعمل على معظم محافظات مصر عشان يربطوا بين الجثث وبين محاضر التغيب. وبقت قضية رأي عام. بس المشكلة اللي قابلتهم ان لقوا ان مفيش اي محضر تغيب مطابق للمواصفات للجثث الموجودة. ومن هنا ابتدى سؤال مهم جدا، ليه جرائم القتل دي كلها شبه بعض وفي نفس المكان اللي هو السكة الحديد؟ وليه كل الاعمار واحدة؟ ورجال الامن هنا توقعوا ان الاطفال دي هي اطفال شوارع ملهمش اب ولا ام. وحاول الامن انه يجمع اكبر معلومات من اطفال الشوارع تحاول تجيب لهم اي تفاصيل او اي خيط يمشوا وراه عشان يوصلوا للغز ده. كل الاطفال اتجمعوا على معلومه ان في ولد كان شغال مع واحد كان دايما بيضربه وبيسرق منه فلوس. الولد ده ساب المكان واختفى، هم افتكروه سافر بسبب ان الولد ده كان بيضربه. ورجال الامن وصلوا لاول خيط في القضيه لولد اسمه احمد سمير عبد المنعم الشهير ببقه. ساعتها لقوه متوتر جدا وحسوا انه يعرف حاجه عن موضوع الاطفال وموضوع الجثث، فحاولوا يتكلموا معاه وضغطوا عليه. وبالفعل قال لهم انا هعترف بس ليا شرط واحد، ان انتوا تحموني من التوربين. بقه ساعتها اعترف، قال ان هو كان ضمن عصابه التوربين وكان دورهم ان هم يسيطروا على اطفال الشوارع اللي اعمارهم كانت بتبدا من 11 ل 13 سنه. كانوا بعد ما يجمعوا الفلوس ياخدوهم وياخدوا منهم الفلوس ويضربوهم، وكمان كانوا بياخدوهم فوق القطر ويربطوهم. وكان بيجي التوربيني يعتدي عليهم جنسيا، وبعد ما بيخلص عليهم الاعتداء كانوا يفكوا ايديهم ورجليهم. وكان التوربيني بيستنى اي قطر جاي عكس القطر اللي هو راكب عليه ويرميهم من القطر، لا اما القطر يدوسوا فيموت، لا اما القطر يخبطهم فيحصل لهم عاهه مستديمه، ونادرا ان كان حد منهم بيعيش. وفي الحالتين ان نسبه النجاه مستحيل، ان عشان لو عاش الطفل ده هيروح يبلغ عن التوربيني، والجثث اللي هم لقوها هي اقل بكتير من الجثث اللي حصل حقيقه. وبقه كمان اعترف وقال ان في اطفال كتيره تم قتلهم بس مش بنفس الطريقه. وقال كمان ان عدد الجثث اللي لقوها اقل بكتير من الجثث على الواقع، ان في منهم مات تحت القطر وفي منهم مات غرقان وفي منهم اترمى في بير ميه. وبقه كان خايف جدا من التوربيني وطلب من الامن انه يحموه من شر التوربيني. وبقه اعترف على باقي افراد العصابه، محمد عبد العزيز السويسي والمشهور بالسويسي. قبض على السويسي في طنطا واعترف انه اشترك في قتل 8 اطفال. والكلام ده حصل في محطات سكه الحديد بطرق مختلفه، يعني مره يرموه في بير ميه، يرموه تحت القطر، يرموه في مخزن مهجور. اشكال القتل كانت مختلفه كلها. وساعتها السويسي طلب من الامن يحموه من التوربيني، عشان السويسي كان على علاقه بواحده اسمها عزه بربش. عزه بربش دي كانت التوربيني متجوزها عرفي، وساعتها عرف التوربيني العلاقه اللي بين السويسي وعزه بربش، فقرر ان هو يقتله. عشان كده السويسي هرب على طنطا عشان التوربيني بيدور عليه في كل مكان. وكده ابتدت القضيه تظهر اكتر لرجال الامن. والمتهم في القضيه دي هو رمضان عبد الرحيم الشهير بالتوربيني، وان باقي افراد العصابه اللي معاه بيساعدوه. هنا في سؤال غريب جدا يخلينا نساله، ليه واحد زي التوربيني لو هم رفضوا يدوا له فلوس يموتهم بالطريقه الوحشيه دي؟ وابتدى الامن يمشي ورا الخيط ويدور على التوربيني عشان يوصل لاكبر معلومات، وبالفعل يقبض عليه. المعلومات اللي وصلت لها الامن ان التوربيني اتولد سنه 1980 في طنطا، وكان من اسره فقيره. اشتغل في اماكن كتير لحد ما بقى عنده 12 سنه، وساعتها اشتغل في محطه السكه الحديد، ومن هنا ارتبطت حياته بالسكه الحديد. وساعتها كان في واحد اسمه عبد التوربيني، كان ده ساعتها بيفرض سيطرته على الناس وبياخد منهم كل الفلوس. ولما اعترض رمضان على سيطره عبده انه ياخد منه فلوس، فعبده قال له طب تعالى لي عند القطر عشان اديك الفلوس. ولما راح له عند القطر ضربه وخد منه الفلوس واغتصبه وربط ايده ورجليه ورماه من القطر. بس من حظ التوربيني انه ما ماتش، حصلت له عاهه مستديمه وراح المستشفى وخف. وساعتها طلع التوربيني من الحادثه دي معقد نفسيا. وبعديها تم القبض على عبد التوربيني
وما عادش كتير في السجن عشان ما ثبتتش الادله الجنائيه، وخرج وما ماتش، بس هو مات بره السجن بحادثه عربيه. وساعتها رمضان قرر انه ينتقم من كل اطفال الشوارع عشان خاطر هو لما حصلت له المشكله دي مفيش اي حد حاول يساعده، وحاول يعيد القصه تاني بتاعت عبده ان هو يكون بيسيطر على كل اطفال الشوارع وياخد منهم كل فلوسهم ويغتصبهم. ومن هنا بدات عصابه التوربيني السيطره على الاطفال واغتصابهم وجمع منهم الفلوس فرد اتاوى عليهم عشان يشتروا بيها مخدرات ويعيشوا بيها حياتهم. والغريب عند التوربيني ان الطفل اللي يفرض عليه السيطره ويغتصب يكون عنده 12 سنه. في البدايه مع التوربيني ما كانش بيعتدي على كل الاطفال، الطفل بس اللي هو كان بيرفض انه يدفع الفلوس او ياخدوا منه الاتاوى كانوا بيعتدوا عليه جنسيا، وده نفس عمر السن اللي هو تم الاعتداء عليه واترمى من فوق القطر وحصلت له عاهه مستديمه وحصلت له حول كمان في عين. طيب الطفل اللي كان بيعترض كان بيعملوا فيه ايه؟ كانوا بياخدوه فوق القطر يربطوا ايديه ورجليه ويغتصبوه ويعتدوا عليه. ده الكلام ده لو كان الطفل اعترض، بس بعد كده بقى اسلوب حياه الاطفال اللي يعترض او ما يعترضش بيتم الاعتداء عليه جنسيا. التوربيني قال لهم عن الخطه الجديده لافراد العصابه عشان يجيبوا اطفال، كانوا بيخليهم يروحوا لاي طفل شوارع يقولوا له تعالى احنا نعرف واحد ليه علاقات كويسه في السكه الحديد هيركبك القطر وهيسفرك وهيشغلك شغلانه حلوه. واول ما يروح للتوربيني التوربيني يغتصبه ويستنى قطر جاي من الطريق الثاني ويرميه تحت القطر. والتوربيني ما كفاهوش كده بس، ده كمان دخل على البنات، عشان كده اتجوز عرفي بعزة بربش وعشان تجيب له البنات ويعمل فيهم زي ما بيعمل في الولاد، يغتصبهم ويرميهم على سكه القطر قطر يدوسهم. والمفاجاه الغريبه ان التوربيني اتقبض عليه 2005 وهو بيعتدي على طفل، بس الطفل ده هرب منه ومن العصابه بتاعته وراح للشرطه بلغ عنه عشان يعمل بلاغ ان التوربيني اعتدى عليه جنسيا. بس بعد ما اتمسك التوربيني خرج لعدم ثبوت الادله، ورجال الامن ما كانش عارفين ان الشخص اللي قاعد قدامهم ان هو التوربيني ده ان هو من اخطر القتله المتسلسلين في مصر. وعشان كمان ان معظم الجثث اللي كانت الامن بتلاقيها على قضبان القطر كانت معظمها بيحطوها في قضيه تحت مسمى دهس القطار. والتوربيني لما طلع من السجن اول حاجه فكر فيها ازاي ينتقم من الولد اللي هو بلغ عنه، فقال لكل افراد العصابه ان هم لازم يدوروا عليه ويوصلوا له. واول ما وصلوا له جابوا له التوربيني اعتدى عليه جنسيا وخلى باقي العصابه تعتدي عليه. وبعد ما اعتدوا عليه ما اكتفاش بكده بس، ده خده وراح رماه في خزان ميه مهجور عشان يموت. ده التوربيني ما وقفش على انه يعتدي على اطفال الشوارع بس، ده كمان بقى يعتدي على اي طفل يشوفه بالصدفه. ده مش كده وبس، ده التوربيني كان ماشي هو وعصابته في نفق من انفاق السكه الحديد فلقى طفل نايم فدخل اعتدى عليه جنسيا وخلى باقي العصابه تعتدي عليه، وراح مسك قالب طوب وفضل يضربه فوق راسه لحد ما اتاكد انه مات تماما. وهو ده الطفل اللي لقاه العامل اللي كان بيعمل صيانه الساعه 11 الصبح في السكه الحديد، ودي كانت اول قضيه توصلنا للتوربيني. بعد ما اتقبض عليه اعترف التوربيني ان هو قتل 32 طفل، ومش كل الضحايا الامن عرف يوصل لهم عشان في ضحايا تلاشت بالزمن. وبعد المحاكمات الطويله اتحكم على التوربيني وعصابته بالاعدام، وتصنفت القضيه دي هي ال21 عالميا الاكثر الجرائم وحشيه. عايز اعرف رايكم في اطفال الشوارع، هل نتعاطف معاهم ولا لا؟ بنقابلهم كتير جدا في كل حته، هل نديهم حاجه لله زي ما بيقولوا لنا ولا دي بقت وظيفه او شغلانه بيشتغلوها؟ لو انت اول مره بتشوفني يا ريت تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني في الحادثه.